طب يا جماعة، في الفيديو ده أنا إن شاء الله هحاول أشرح لكم الميل فلو أو إيه اللي بيحصل من أول ما بنبعت الميل لحد ما الريسيبيانت أو الطرف التاني بيستقبل. أنا دلوقتي بستخدم جهازي كيوزر عادي جدا. فتحت الأوتلوك، والأوتلوك هو ديسكتوب ميل كلاينت موجود عندي. فأنا هبعت ميل معين لحد في شركة، سي إن أنا في شركة إكس والحد ده في شركة زد. أنا هبعت إيميل ليه من خلال الأوتلوك. فونس أنا ضغطت على سند على الأوتلوك عندي، الميل هيتبعت نسخة منه، أو هو هيتبعت هيعدي على الميل سيرفر بتاعي. سي إن أنا في الشركة عندي بنستخدم الإكستشينج سيرفر. أنا ضغطت على سند، فالميل هيروح للميل سيرفر اللي عندي. ده الميل سيرفر. فتاني خطوة الميل سيرفر بيعملها إن هو بيبقى فيه بوليسيز من ناحية السكيورتي، بيبتدي يتشيك الإيميل ده لو هو تمام، ولو هو إيه بيبتدي يبعته. تاني حاجة هو عمل التشيك بتاعته وكل حاجة بقت تمام عندي، بيبتدي يتشيك الميل بوكس بتاع اليوزر ده. سي إن أنا عندي يوزر هنا معين، اليوزر ده اسمه أحمد @x.com، أو خليها company x. فطبعا أنا عندي الميل سيرفر ده فيه ميل بوكس لكل اليوزرز بتوعي. فهو هيروح يتشيك الدايركتريز دي عن طريق السندر نيم. هيبتدي يتشيك الميل بوكس، تمام، وهيبتدي يسيف الايميل اللي اتبعت في الميل بوكس عندي. ساين الميل بوكس ده بالشكل ده كده. انا عندي ميل بوكس لليوزرز المختلفين، ساين هنا بتاع يوزر 1 يوزر 2، وهنا الميل بوكس بتاع احمد. فهو هيروح يسيف الميل اللي انا بعته في الميل بوكس بتاع احمد. بعد ما يسيفه هنا يبتدي ايه، الاكستشينج او الميل سيرفر يبعته تاني اللي هي ككلاينت. وده اللي بيحصل معايا فعلا، ان انا لما بضغط سند على الميل فعلا بيتبعت، وبعد فتره بلاقيه في الميل بوكس بتاعي على الاوتلوك. لو دخلت شفت السنت ميل بيبتدي يظهر معايا. فاللي بيحصل ان هو بيبتدي يبعته للميل سيرفر، والميل سيرفر بيسيفه في الميل بوكس بتاعي، وبعد كده بيتبعت ليا تاني. طيب الميل سيرفر عايز يبعته للطرف التاني، سي ان انا بعته احمد @companyx.com، هو عايز يبعته مثلا ليوزر واحد @companyz.com. فاللي بيحصل ان هو مثلا بعته للكمباني z.com. فهو هنا الميل سيرفر عايز يعرف الميل سيرفر بتاعة الطرف التاني او بتاعة الريسيبيانت. هو كل اللي معاه ان هو الريسيبيانت هنا. خلينا اكتب الريسيبيانت هنا. فده عندي هنا كده الريسيبيانت. طيب هو هنا الميل سيرفر محتاج يعرف مين الميل سيرفر لشركة كمباني زد دي واللي هتستقبل الميل. فهو أول حاجة هيروح يكويري الدومين بتاعها من خلال الدي ان اس عن طريق الانترنت. فهو يبعت دي ان اس كويري للدي ان اس. فالميل سيرفر بتاعي او الاكستشينج بتاعي هيبعت للدي ان اس سيرفر، هيقول له انا محتاج اعرف الميل سيرفر بتاع الشركة او الدومين company z.com. فالدي ان اس سيرفر هيرد عليه بريكورد من نوع ام اكس. طيب هو ليه من نوع ام اكس؟ لان ام اكس ده بيكون فيه الميل سيرفر اللي هيستقبله الميل للشركة الخاصة بالكمباني زد. طب انا محتاج دلوقتي اشوف الام اكس ريكورد ده بيكون عامل ازاي. زي ان انا هجربه هنا عندي، هرن الكوماند ده. زي مثلا ان انا عايز التايب بتاعه ام اكس، عايزك دي ان اس كويري لشركة اتصالات. تمام، يبقى انا عندي كده دي الام اكس ريكورد اللي بيكون موجود في الدي ان اس، واللي هيرد عليا لما ابعت.
بيكون فيه LMX ريكورد، ده بيكون فيه البرايورتي. لو هو عند اكتر من ميل سيرفر بيستقبله، فالبرايورتي الاعلى هيبعت له، البرايورتي الاقل هيبعت له في الاول. لقى ان افيلابل يبتدي يبعت للميل سيرفر التاني. طبعا هنا الميل سيرفر اللي بيستقبله، فده سواء ده او ده. فهنا الدي ان اس هيرد عليها بالام اكس ريكورد، واللي فيه الميل سيرفر الخاص بشركه كومباني زد. طب خلاص، انا دلوقتي عرفت الميل سيرفر بتاعه. هبتدي ابعت الميل سيرفر الخاص بشركه كومباني زد هيستقبل الميل. طبعا الميل سيرفر او الميل عامه بيتبعت بروتوكول اس ام تي بي بروتوكول. طيب خلاص، هو عندي هنا الميل سيرفر بتاع كومباني زد استقبل، يبتدي يتشيك من خلال الدايركتريز. هيبتدي يتشيك مين الريسيبيانت ده او الميل بوكس بتاعه فين بالظبط. فهو هنا وانس ان هو عرف الميل بوكس بتاعه، هيبتدي يسيب او يستور الايميل فيه. زي ان انا هنا عندي دي الميل بوكسز، ومتقسمه برضو كده لكل اليوزر اللي في شركه كومباني زد. وهنا اليوزر اللي اسمه محمد، واللي مبعوت له الميل. طبعا الميل بوكسز الموجوده عندي هي موجوده اصلا او موجوده، يعني موجوده في الميل سيرفر اللي عندي. يعني مش حاجه اكسترنال، ولكن هي حاجه انترنال جواه. فوانس ان هو عارف الميل بوكس بتاعه وخلاص الميل بقى موجود. فانا هنا اليوزر اللي اسمه محمد @companyz.com هو موجود هنا. فهو هنا عندي خلاص، انا الميل بقى موجود في الميل بوكس بتاعه. انا طبعا اليوزر اللي اسمه محمد او الريسيبيانت هنا بيستقبل الميل عادي جدا. وهنا بيستقبله من خلال كذا بروتوكول. ممكن يستقبله من خلال البوب بروتوكول. في طبعا بوب 3 ده فيرجن احدث، او الاي ماب. طب يا جماعه، هو ايه الفرق ما بين البوب والاي ماب بروتوكول؟ طبعا البوب عندي بيداونلود الميل عندي على الماشين بتاعت اليوزرز، او على الديفايس بتاع الريسيبيانت، وبيدلتها من الميل سيرفر، فما بتكونش موجوده عندي في الميل سيرفر. طبعا الموضوع ده بيستخدم باندويتس اقل، لان هو اوريدي بيداونلود الحاجه عنده وخلاص. بس طبعا انا لو الجهاز حصل له حاجه او الاستورج حصل له حاجه، كل الايميلات الموجوده عندي هتضيع مني. فبحتاج ان انا اعمل لها باك اب موجود عندي. طبعا حتى لو هو بينزل الميل عندي على الديفايس هنا وبيدلته من الميل سيرفر، انا ممكن بكونفجريشنز معينه اخليه موجود عندي على الميل سيرفر كمان. طيب الاي ماب هو بيبتدي اكسس الميل دايركتلي فروم الميل سيرفر. وطبعا الميل بيكون متسايب عندي او معمول له ستورنج في الميل سيرفر، في الميل بوكس الخاص باليوزر ده. كل اللي عليه ان هو بيبتدي اكسسه. طبعا لو انا من خلال الديسكتوب ميل كلاينت زي الاوتلوك دلت ميل او حركته لدايركتوري معين، ده بيروح يسمع في الميل سيرفر او بيسمع في الميل بوكس الموجود في السيرفر. طبعا الاي ماب يقدر اكتر من يوزر ياكسسه الميل، لان هو بيروح ياكسسه دايركتلي من الميل سيرفر. كل اللي انا بحتاجه اكسس للانترنت بس. انما البوب لو اكتر من حد اكسس، طبعا هيبقى فيه مشكله في السينكرونايزيشن وكده. طيب في حاله الاي ماب، انا بحتاج حاجه اسمها ايه؟ اسync. يعني ايه اسync او اكتف سينك؟ طبعا انا طول الوقت بتحصل تغييرات في الايميل المبعوث لي. يعني ممكن اعمله ازاريد، ممكن ادلته، ممكن انقله حاجات معينه. فدي طبعا حاجات بتحتاج تسمع عندي في الميل سيرفر. فمن خلال الاكتف سينك هو بيعمل سينكرونايزيشن ما بين الاكشنز اللي انا باخده هنا، وما بين الميل سيرفر اللي اوريدي الميل متسايب عليه. يبقى هي دي كلها البروسيس بتتم. طبعا نفس الموضوع كمان بيحصل هنا. لما ببعت ميل، الميل بيروح للميل سيرفر، فبيتشيك الميل بوكس بتاعي، وبيبتدي يبعت لي الميل او يسيف الميل عندي تاني باستخدام البروتوكولز الخاصه بالريتريفنج ميل، اللي هي البوب او الاي ماب. فمن خلال التو بروتوكولز دول يقدر يعمل ريتريفنج للميل. طبعا في حاجه هنا كمان
هو بيستخدمها. طبعًا إحنا عارفين إن الميل عشان يتبعت أثناء ما هو بيتبعت بيتبعت بالSMTP بروتوكول، فهو هنا حتى لمّا باضغط send هو بيتبعت بالSMTP بروتوكول. باستخدم كمان حاجة اسمها active sync عشان يحصل synchronization ما بين الmail box بتاعي وما بين الoutlook أو الclient desktop، ده في حالة إن أنا باستخدم الIMAP. باستخدم حاجة تانية كمان اسمها API أو MAPI، دي خاصة بالميل بروجرامينج انترفيس. لو أنا بعمل أي functions معينة على الميل ديسكتوب بتاعي، هو بيتيح لي إن أنا أستخدم الfunctions دي إن أنا أبعت من خلالها ميل، وإن أنا أعمل حاجات تانية الخاصة بالكالندر أو خاصة باستخدام الكونتاكتس الموجودة عندي على الميل بوكس بتاعي يعني. فده كده كان باختصار إيه اللي بيحصل وانس إن أنا بعت الميل لحد ما الطرف التاني بيستخدمه عنده. طيب هو في حاجة تانية كمان، أنا عايز مصطلح تاني كمان اسمه ال SMTP server. طب هو إيه الفرق ما بين الميل سيرفر وال SMTP سيرفر؟ الميل سيرفر، ال SMTP سيرفر هو عبارة عن ميل أو اوت جوينج ميل سيرفر، ده نوع من الميل سيرفر، وده اللي بيهندل الإيميلات المبعوثة أو الإيميلات بتتبعت من خلاله. طبعا هو في ادفانسد فيتشرز كمان زي السبام فلترنج والكيونج، وكمان يقدر يعمل اوثنتيكيشن، حاجة زي الاس ام تي بي الخاص بالجيميل. ده بيتيح لي ان انا اقدر ابعت ميل من خلال الجيميل او باستخدام الاس ام تي بي او الميل سيرفر بتاع الجيميل، فاقدر ابعت من خلاله يعني. بس فده كان باختصار كده ايه اللي بيحصل في الميل فلو يعني. اتمنى تكونوا استفدتم وشكرا.